رجعنا من الاوت دور عشان نصور كيس ستادي $55,000 في حوالي اسبوعين، وكملنا الستور بس كملناه بشكل تاني. بس الفكره كلها ان لما عملنا لونش الستور جربت بعد كده هدخله في سيريز تانية، هدخله في فيديو تاني، وهو ان احنا قلبناها هاي تيكت بقى. بس الفكره كلها ان احنا عايز ارجع تاني اعمل براند يقعد معايا 2-3 سنين، لان انا كان عندي ستورز واختلافات مع الشركاء دي اتخذت للاسف. انا بتكلم معاكم بكل صراحه، بس النهارده الكيس ستادي بتاعتنا هحكي لكم ايه اللي حصل من البدايه. هي كانت الفكره كلها ان انا بعمل براندات دلوقتي، عايز اخلي يبقى معايا ستورز لونج تيرم بشكل عنيف جدا، وابتديناها من السنه دي. كنت عايز اخش بيها 2024، وعملناها في حوالي اسبوعين عملنا $55,000، وحتى اول 20,000 اللي هو لحد يوم 21 كانوا حوالي يعني اول 20,000 هو ستور تاني رحنا عملنا بيها اللي انا هحكي لكم في الاخر ايه. عملنا انفستمنت في ارض الواقع. طيب الموضوع كله ابتدى ازاي؟ ان احنا عايزين نعمل فتنس براند. الفتنس براند تبع الرياضه اكتر حاجه بتكسب، واكتر حاجه بتبقى الناس عليها طلب. الناس بتتعامل مع الرياضه على اساس ان هي حاجه جزء من حياتها، وبتهتم بيها اكتر من الفاشن والازياء والكلام ده كله، وليها زبونها بشكل عنيف قوي. وللمعلومه اول حاجه عملتها في حياتي اصلا كانت فتنس. كنت شفت الفيديو لحد انا كنت فاكر اسمه، حتى اسمه اري اري ده كان بيتكلم على اليوجا بانس واليوجا والكلام ده كله، فقلت اعمل زيه. فالفكره كلها ده كان من زمان قوي. طيب خلينا نتكلم اكتر حاجه الحنكه بتاعت، انا بحب اسم الحنكه دي. الحنكه بتاعت الستور النهارده جايه تبع علي اكسبرس. احنا دخلنا على علي اكسبرس كده يا شباب. انا عايز اجيب التيتا ان انا اعمل نيتش ستور يبقى الكونتنت بتاعه كويس. فاعمل ايه؟ اكتب ليجنز مثلا اوفيشال. بصوا بقى كل ده تمام عادي. شايفين ده كده؟ شايفين الستور ده NVGTN اوفيشال ستور؟ بصوا بقى الليجنز اللي زي كده الحاجات اللي زي كده دي يا جماعه ده عمره ما هيشتغل. ايه المحتوى بتاعنا لو كان جه لجيم شارك. بصوا بقى، بصوا يا جماعه لو دخلنا على مثلا ليجنز، بصوا يا جماعه المحتوى عامل ازاي. المحتوى ده اللي احنا بنتكلم عليه ده، الحاجات دي سيئه، الحاجات دي سيئه، الحاجات دي برضو سيئه. لكن لما نيجي هنا بصوا شايفين الليجنز دي كده، شايفين المحتوى ده. لما تيجي تكتب اي حاجه اوفيشال ستور يطلع لك ستورز على علي اكسبريس المحتوى بتاعها جامد، المحتوى بتاعها جامد. طيب تعالوا كده نجربها مثلا ايه هاند باجز، وبعد كده نكتب اوفيشال. كل ده الحاجات دي سيئه، اوعى حد يحطها. الحاجات دي كلها الحاجات دي سيئه. لكن هنا اللي مش عارف ايه ده اوفيشال فرانشايز ستور زي الاوفيشال كده. بصوا يا جماعه الباجز برضو الحاجات دي برضو سيئه. لا انا عايز اجيب مستوى احسن. شايفين المحتوى ده؟ المحتوى ده لو جبنا زيه بس سعر رخيص هيبقى توب. وخلي بالكم احنا قلبنا الستور بتاعنا حاجات زي كده، بس هقول لكم ازاي. حاجات دي توب 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 بس غاليه. بس الفكره شايفين ده نوع المحتوى اللي انت لو حققت المعادله. انا بتكلم على باجز غاليه جدا. اتكلم بقى كده على اي اوفيشال ستور. يبقى الحنكه ان احنا ندور على اوفيشال ستور نعصره ننقله كله كوبي بيست من اكسبريس للشوبيفاي عندنا. وانا مش هقول لكم الاوفيشال ستور بتاعي كان ايه، كان ايه. طيب حلو قوي. ده بالنسبه لاول حاجه. بعد كده تعالوا نروح على الداشبورد نشوف ايه الارقام بتاعتنا. الارقام بتاعتنا $55,000 من 16 ديسمبر لحد يوم 31. 12,000
كان كونفرجن ريت 4.4 عشان كنا رايحين مع المايكرو انفلونسر. مايكرو انفلونسر الكونفرجن ريت بتاعه عالي جدا لان التاثير بتاعه قوي جدا. ليه قوي جدا؟ لان الاودينس اقل، الجمهور اقل. المايكرو انفلونسر هي الناس اللي بيبقى عندها 10000 20000 فولور، فلو الانفلونسر ده او المؤثر ده عامل زي المغناطيس فبيعمل اتراكشن، بيعمل انجذاب اكتر للاودينس بتاعه. 547 اوردر والاوردر فاليو كان 100 دولار، لان احنا كنا بنبيع افريج الليجنجز ب 49، كنا بنبيع سيتس كان ب 100. يبقى احنا كده عدينا اول بارت البرودكت، وتاني بارت وريتكم الداشبورد. تالت بارت معايا وهو الستور. عملنا نيتش ستور، وكان التغذيه البصريه بتاعتنا كانت معموله على جيم شارك، وكان معمول على حاجه اسمها فابليتكس. البراند ده يا جماعه بجد خطير، واللي فعلا عامل شغل، بس انت لو عملت زيه هتكلف كتير في الويب سايت. براند موجود في ارض الواقع في امريكا اسمه لالو ليمون. لالو ليمون من ضمن الحاجات المنتشره، والليجنجز والبرودكتس بتاعتهم غاليه جدا، وبيستخدموا الانفلونسرز، واللي بيستخدموا الانفلونسرز كويسين قوي، حتى بيستخدموا جورجينا وكايلي والكلام ده كله. هو الو يوجا. الناس دي فعلا عاملين شغل بملايين. فانت لو تاخد، طب هل انا اقدر اوصل الكلام ده باقل الامكانيات؟ طبعا، ما احنا بنعمل كده. الفكره كلها ان هما بيستخدموا في المودلز، وبيستخدموا في يعني ده براند، ده مش دروب شيبينج، ده مش كل دول اللي اتكلمت عليهم مش دروب شيبينج. بس الفكره كلها هل انا بتقارن بيهم؟ نعم، لان الزبون اللي بيقارنك يعني اللي بيشتري ده بيبقى فاتح 2 تاب، بيبقى فاتح ده وفاتح ده. طب يا سيف، ما هو ممكن يختار الو يوجا. طب ما هو هيختار الو يوجا فعلا، او هيختار كذا، بس احنا عندنا كونفرجن ريت 4.5. يعني ايه؟ يعني من 1000 واحد 44 واحد بس هو اللي بيشتري، والباقي بيشتري من الو يوجا وامازون، واللي بيشتري وبياخد فكره وبيشتري بعدين. الفكره كلها ان انت ما تعتمدش ان هو الناس مش تشتري منك، لا، انت الكونفرجن ريت بتاعك بيبقى صغير. يعني من كل 1000 50 60 واحد 40 60 واحد هم اللي بيشتروا، مش هيعدي، والباقي كله هيروح لحتت تانية. طيب نيجي للجزء الثالث في الكيس ستادي بتاعتنا، وهي احنا عملنا ايه في الويب سايت. وده الجزء الثالث الحنكه بتاعته ايه؟ ان احنا استخدمنا اب سيلينج ابلكيشن اسمه سيل ايزي. سيل ايزي من نوع الواحد لما كان بتختار، يعني مثلا ايه، احنا التيشيرت وبنطلون، لو كانت واحده كانت اختارت البنطلون بس، طب لا، طب ما تاخدي التيشيرت تاني وتوفري $20، او تشتري الست كامله وتوفري $35. عشان كده الاوردر فاليو بتاعنا كان عالي. ليه؟ لان احنا كان اي حاجه كنا بندخلها في الطقم، اي حاجه جزء من طقم. فالفكره كلها عشان تيجي تعمل الموضوع ده تعمل ايه؟ لما تيجي تعمل الكولكشن اول مره في موضوع الفتنس، تبدا بالاطقم الاول، بعد كده تفصلها، عشان اي حاجه يختار البنطلون او التيشيرت او الجاكيت الاول، تقول له طب كمل الطقم واخد ايه، ووفر كذا، وما توفرلوش اقل من $30 لان مش هيبقى مغري بالنسبه له. تمام؟ لكن شغل ان انا اقعد اعمل 50% و60% هيشتغل معاك، بس مش نفس القوه بتاعه الباندلنج. ان انت ايه، الواحد بيحب كتير يشتري حاجات كتير ومره واحده، هو داخل مش عارف انه عايز طقم، بس احنا عرفناه ان انت ايه، عايز طقم. ده بالنسبه للويب سايت. للماركتنج، وده جزء انا ما كنتش عايز احرق فيه لانه هو معروف، واحنا متجهين اكتر اللي شغال يا جماعه المره دي هو المايكرو انفلونسر والميدل انفلونسرز. الانفلونسرز التانيين، او الانفلونسرز التانيين، المؤثرين التانيين سوري، بقوا غاليين قوي وتاثيرهم قل. انت بستخدمهم امتى؟ في السكيلينج بتاعك، في التوسع بتاعك. اشتغل على الماكروز اللي هم من 700,000 فولور على فيما فوق. ولو هتتجه من 700,000 فيما فوق، ابتدي واحده عندها 200,000 سبسكرايبر على اليوتيوب. اليوتيوب اقوى بكتير من الانستجرام. كنا شغالين على الناس اللي من 50,000 ل 300,000، وده اللي بستخدمه كمان مع الستودنتس بتوعي. كنا بنشتغل يعني هنا اول اعلان كان مكون من 3 ميدل انفلونسرز، كنا دافعين لكل واحده $700. ميدل انفلونسر بتدفع $700 زمان. اول لما ابتديت $700 دي كان يجيب واحده عندها 800 و 900 الف فولور. دلوقتي الموضوع اسعار اختلفت، والنيجوشيشن ما بقاش بيجيب معاهم لان المنافسه كترت،
والناس اللي بقت بترمي فلوس بشكل عبثي جدا، فالاسعار الانفلونسر عليت. وده قاعده من قواعد الانفلونسر. محدش يجي يسالني هو يا سيف انا لو معايا $1000 اجيب واحده عندها كام؟ لا، مفيش حاجه اسمها كده اصلا. زي لعيبه الكوره، تلاقي اللعيب احرف من لعيب بس في لعيب اغلى من لعيب. يعني احنا كنا زمان ما نسمعش، انا ماليش في الكوره بس عمري ما كنت اسمع ان في لعيب بيعدي فلوس نيمار مش عارف بكام مليون ومش عارف ايه بكام مليون. ما فيش الكلام ده يعني زمان ما كانش فيه الكلام ده. نفس الموضوع، الناس الستاندردز بتاعتها عليت. انا دلوقتي بص يا باشا، انا بالدفاع لي كده، انا استاهل ده ما استاهلوش، ما انا في حد بيدفع لي. فبقينا نتعامل مع ناس لسه بيشقوا طريقهم من الاخر عشان لسه ما بيكونش وصل لهم الابديت ده. اتعاملنا مع 42 تقريبا 42 مايكرو انفلونسر، بس احنا بعتنا البرودكتات ل 46 وفي 4 وقعوا مننا بسبب غلطات. والغلطات ان هم اللي بيقفل الديلز معايا اتاخر عليهم في الشحن وهم سافروا من منطقه لمنطقه. ده بالنسبه للماركتنج. ال 42 انفلونسر هينزلوا على الجولدن جروب، الجروب الذهبي، هينزلوا بدايه من الاسبوع ده. فلو انت عايز تعرف، هم عملوا ستوري، اعلانات تبع ستوري. لو انت عايز تعرف الانفلونسرز خش على الجروب الذهبي او كلمنا. ده بالنسبه للموضوع. وكمان الجروب المجانا هذيع عليه ايه اللي اتصرف وايه الشيت بتاع البراند ده، ايه اللي اتصرف وايه اللي عمل وايه الكوست اوف جودز وارقامنا والنت بروفيت. قبل ما تخش تفتكر من متابعتك لايكون بلاك، تفتكر احنا النت بروفيت بتاعنا كام؟ مبدئيا كده هو مش اقل من 30%، بس حدد لي الرقم. ولو عملت جس ان هو صح وانا هنزله من هنا بعد 5 ايام من الحلقه، ولو انت عرفت صح هديك كوتشنج مجانا. عشان كده انت متابع سيف محمود صح وعارف كويس قوي احنا بنفكر ازاي وبيهمنا النت بروفيت ازاي. انا حسيت ان الكيس ستادي مش كبيره، بس انا اديتك المفيد على طول، اديتك الحنكه هنا والحنكه هنا والحنكه هنا في البرودكت وفي الويب سايت وفي الماركتنج. وما تنساش تتابعونا على كل السوشيال ميديا. وتعالوا بقى اقول لكم احنا عملنا ايه بالفلوس اللي احنا كسبناها من هنا. يلا بينا. رحنا طبعا استلمنا شقه لسه انا كنت جايبها جديد في مدينه الرحاب. ده وصل الاستلام عشان محدش يقول لي ده فيك وبتاع، ده وصل الاستلام. رحنا واستلمنا الشقه ولسه كنا داخلينها. ودي شقة مش عارف رقم كام دي، بس الفكرة كلها ان ده اول شقة. وبرضو الشقة التانية اللي جنبيها برضو يعني حسن الحظ كان برضو طبع ليا، وان شاء الله نأجرها تجيب لنا عائد شهري. وكمان انا اتكلمت على الموضوع ده باستفادة اكتر، ان انا بدفع نص الشقة ونص الشقة اقساط، وبيبقى ايجارها بيعدي القسط وزيادة كمان. فبتبقى انت اشتريت نص الشقة نصها بتاعتك، بنص ثمنها بتبقى بتاعتك، ويبقى اسمك اجرت الشقة وجايبه لك عائد مادي. خلصنا ورجعنا وصورنا الكيس ستادي. ادعوا لي كده تبقى فتحة خير، لان انا بستثمر كل فلوس اللي انا بعملها. مش هقول كلها، بس كان عندي مبدأ في السنين اللي فاتت ان اللي انا بعمله اونلاين يفضل اونلاين، بس الفكرة كلها ان الاونلاين لازم يشتغل معاه حاجة اوفلاين. والفكرة كلها ان البلد بتاعتنا بقت صعبة والفلوس بتاعتها قيمتها بتنزل الا في العقار وللأسف العربيات. والحمد لله اللي ما يعرفش انا الحمد لله جبت عربية جديدة. وبكده نبقى خلصنا النهارده. طبعا ما تنسوش تباركولي وتابعونا على كل السوشيال ميديا وكل جديد، وان شاء الله نرجع بطريقه اقوى كده بكتير. ولو انتوا عايزين اتكلم معاكم في الاستثمار اوفلاين والكلام ده كله برضو قولوا لي. انا مش عايز احكم نفسي ما احكمش نفسي بحته الدروب شيبينج. انا والله العظيم يعني دماغي تقدر تجيبني ان انا اقول لكم حاجات، بس الفكره كلها انا بسيب الحاجات دي لناس تانية عشان انا ما بحبش اللي بتاع كله ده. بس الفكره كلها ان زي ما هنا في برضه هناك، ونقدر نتكلم في اي حاجه. برضه لو في اي توبيك نفسينا نتكلم فيه قولوا لي وانا مش هبخل عليكم باي حاجه. اشوفكم على خير. شكرا.